السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. خلاص المادة الجاية بإذن الله كيمياء. عايزة اقول لك حاجة الاول، ان انت كنت بتمتحن ديناميكا. طيب مهما حصل في الديناميكا خليك فاكر ان الديناميكا ب15 درجة، الكيمياء ب60 درجة. فمهما حصل في الديناميكا، عشان انا لسه طبعا مش عارفة الامتحان انتوا عملتوا فيه ايه لاني بصور قبل الامتحان، ولكن على الأغلب هيطلع ناس يقولوا امتحان الديناميكا جاي صعب جدا، وزي ما بيحصل كل سنة في امتحان الديناميكا بتبقى حاجة معروفة يعني. فخليك عارف ان امتحان الديناميكا ب15 درجة، يعني 2% مع السلامة، تمام. لكن امتحان الكيمياء ب60 درجة، فانت لازما بسرعة ترمي الديناميكا وراك وتخش على الكيمياء. تمام بإذن الله. طيب احنا هنراجع الكيمياء ازاي؟ طبعا المراجعات كلها مجانية على اليوتيوب. هنراجع الكيمياء ازاي وازاي تقفل الكيمياء؟ اول حاجة احنا بإذن الله في PDF هسيبهولك في اول تعليق، ده هتحمله وتصوره عشان يبقى معاك. تمام. في اسئلة مجمعة مهمة جدا 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 جدا، ما يدخلش الامتحان من غيرها. طيب انت هتذاكر ازاي وهنمشي ازاي على الPDF ده؟ اول حاجة انت تيجي من الامتحان دلوقتي تاكل وتنام وكل الكلام ده، هتصحى العصر، عندك من الساعة 4 للساعة 8 مثلا بتذاكر أول بابين، اللي هو الباب الأول والباب التاني كيمياء. طبعا بادئين بحاجة خفيفة كده عشان انت طبعا لسه جاي امتحان وقد ايه كنت مرهق. طيب بعد كده الساعة 10 هينزل لك الأسئلة المجمعة دي، الباب الأول والتاني، وازاي تحل أي سؤال بإذن الله في الباب الأول والتاني هيجيلك كثانوية أزهرية، سواء علل، سواء اكتب المصطلح، سواء اختياري، أي حاجة هت بإذن الله هتكون موجودة. طيب هي الأسئلة دي عبارة عن إيه؟ الأسئلة دي عبارة عن أسئلة امتحانات سابقة، فلسطين، السودان، مصر، الأزهر، تجريبي، أسئلة مجمعة لما كل حاجة، اللي هو انت لو ذاكرت الأسئلة دي كلها أصلا مش محتاج اللي انت تراجع على الباب أو تقعد تحفظ، لأن طبعا احنا عارفين ان الكيمياء، خلينا أقول بقى النهارده 70% حل و30% هتبقى مذاكرة منك. طيب الامتحان هيجي ازاي؟ الامتحان هيجي ازاي؟ والله المفروض أنا كمدرس أمشي على الامتحان التجريبي اللي نازل لك. طيب بعد الامتحانات اللي جات دي، وفي امتحانات ما كانتش جايه مشابهه للتجريبي، كانوا بيقولوا الفيزياء، يعني انا ما شفتش بالظبط فمش عارفه الكلام ده صح ولا ايه، كانت مش مشابهه للتجريبي. فاحنا والله مش بايدينا حاجه نعملها، احنا هنعمل اللي علينا للاخر. يعني الاسئله الحفظ هنحطها لك تحفظها، واسئله الاختياري برضو محطوطه. تمام. طيب والتجارب برضو هقول لك عليها. تمام. بس اتمنى لكم التوفيق باذن الله، وزي ما قلت لك نرمي الديناميكا نخش على الكيمياء. اتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.